ست خطوات عشان تعمل شركة عظيمة. السلام عليكم، ده بريف كتاب من جيد إلى عظيم لجيم كولينز، واللي هنعرف فيه ازاي شركات قدرت تعمل نقلة جبارة. خلينا نبدأ معاك بسؤال بسيط: إيه اللي يمنع شخص أو شركة إنها تبقى عظيمة؟ الفشل؟ لا. قلة الموارد؟ ممكن، بس مش ده السبب. السبب الحقيقي في رأي جيم كولينز إن هم كويسين. خليني أقول لك على حاجة ممكن ما كنتش سمعتها قبل كده: الجيد مش كفايه لانه بيمنعك توصل للعظيم. الكاتب بيقول ان معظم الشركات بيقعوا في فخ الرضا بالمقبول، يعني طالما الدنيا ماشيه ومفيش مشاكل سيبها. وبنقول كده حلو، وساعات بنكسل نطور ونغير، زي اللي بيشتغل شغلانه كويسه غالبا مش بيسعى ان هو يدور على شغلانه افضل. كمان بيقول ان الشركات اللي وصلت للعظمه ما كانتش مستنيه مصيبه تحصل عشان تتحرك، هم شايفين ان دايما في افضل، دايما في حته زياده ممكن تتعمل. تاني حاجه جيم لاحظها ان كل شركه اتحولت من جيد الى عظيم كان ليها ستايل اداره مختلف، وراهم نوع معين من القاده جيم سماهم قاده المستوى الخامس. دلوقتي ممكن تتوقع ان القائد ده بيكون كاريزما، بيطلع على المسرح بيشجع الناس، لكن لا، العكس تماما. ان قائد المستوى الخامس غالبا بيبقى هادي ومتواضع، ويمكن ما يلفتش النظر في اول مره بتشوفه، بس وراه اراده قويه وتركيز والتزام عميق بهدف الشركه مش هدفه الشخصي. والقائد ده مش بيقول انا اللي عملت كده، لكنه بينسف النجاح للفريق. جيم بيقول ان النوع ده من القاده مش بس نادر، لكنه كمان ما بيحبش يكون نجم. همه الحقيقي انه يبني مؤسسه تنجح حتى بعد ما يسيبها. باختصار، هو الشخص اللي بيبني فريق يشيل الشركه من غيره. هتقولي تمام كده، يلا نخطط ونكسر الدنيا. استنى، كتير مننا اول ما بنبدا مشروع او اي حاجه بنسال اول سؤال: احنا رايحين فين؟ بس جيم بيقول لك في سؤال اهم: مين اللي راكب معانا في الباص؟ قبل ما تحدد الاتجاه او تحط الخطه لازم تختار الناس اللي هتشاركك في الرحله، ومش بس اللي شاطرين لكن اللي مؤمنين بالرحله وعندهم انضباط والتزام حتى لو مش عارفين هم رايحين فين. مبدأ بسيط جدا: الناس الصح هيعرفوا ازاي يتعاملوا مع اي تحدي، لكن حتى الخطه العبقريه هتفشل لو اللي بيعملها مش مناسبين. في مبدأ كمان خلي بالك منه: ان لو حد ما عندوش انضباط ده ممكن يأثر على المجموعه حتى لو الاغلبيه عندهم انضباط، مش العكس. ونفس المبدأ ده هتلاقيه في كتب كتير زي من صفر لواحد او كتاب ممارسه الاداره. ان هل يتأثر الفرد المضطرب بانضباط المجموعه فيكسب سماتها؟ لا يتأثر، إذ أن الانضباط صفة تنبع من الذات لا من البيئة المحيطة. رابع حاجة في الكتاب: واجه الحقائق. السر مش إنك تكون متفائل على طول ولا إنك شايف الدنيا سودة وخلاص، السر إنك تشوف الحقيقة زي ما هي من غير تزييف ومن غير ما تفقد الأمل. جيم بيقول لك إن الشركات العظيمة اللي هو درسها مش هتقول الدنيا تمام ومفيش حاجة ولا هتقعد تلطم، لكن هم هيحللوا ويشتغلوا ويحافظوا على الأمل من غير وهم. خامس حاجة بقى: عارف الكونفوز؟ ايوه البرفكتو ده لو في كائن هجم عليه هيعمل ايه؟ هيكور نفسه وهيستعمل الشوك بتاعه في حمايته، بيستعمل الحاجه اللي هو شاطر فيها. نفس الفكره بقى انك تشوف انت شاطر في ايه وتركز فيه وتبني عليه، وده عن طريق ان انت تركز على 3 محاور: ايه الحاجه اللي انت شاطر فيها، ايه الحاجه اللي انت شغوف بيها، وايه الحاجه اللي ممكن تدخلك دخل مستمر. نقطه التقاطع بين ال3 محاور دي هي دي الحاجه اللي المفروض تركز عليها. نيجي بقى لسادس حاجه بسؤال مهم: فين التكنولوجيا من كل ده؟ هل الشركات العظيمه حققت القفزه دي عشان ركزت على تقنيه معينه؟ الاجابه لا. جيم بيقول ان التكنولوجيا ما كانتش سبب القفزه دي، لكنها كانت مسرع بعد ما الرؤيه وضحت. بمعنى ان الشركات العظيمه ما عادتش تجري ورا كل تكنولوجيا جديده تطلع، بالعكس كانوا بيختاروا التقنيات اللي بتخدم بس مفهوم الكونفوز عندهم. باختصار، التقنيه مش هدف ولكنها وسيله. التكنولوجيا مش هتحولك لعظيم لو مفاهيمك بايظه، لكن لو انت ماشي في الاتجاه الصح التكنولوجيا هتخليك توصل اسرع. في الختام، الكتاب ده مش بيقول لك اعمل 1 2 3 تنجح، هو بيقول لك انه عمليه طويله وهاديه ومنظمه، والطريق من جيد الى عظيم محتاج رؤيه ونص صح وقياده متواضعه وقرارات صغيره بتتاخد كل يوم. وبس كده، ده كان بريف لكتاب من جيد الى عظيم لجيم كولينز. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعس لايك.